انا اتشتمت واتضربت واتهنت واتمسح بكرامة الارض وحتى اتشتمت بيكم. بالراحة كده، وايه يعني؟ كلنا اتهزقنا، بالك انا خدت كمية علق من ابوكي واديني اتطبعت على طبعه وبقيت اشوف ايه اللي يضايقه ما اعملهوش. ولو على شتمتنا انا وابوكي احنا مسامحين فيها، انما انت عايزه ايه؟ تتطلقي وتجيلنا بعيالك؟ انا خلاص مش هينفع ارجع البيت ده تاني. لا يا حبيبتي، حطي الجزمه ببقك وعيشي وربي عيالك، ولا انت عايزه تشوفي لك شوفه تانيه وتتجوزي؟ احنا ما صدقنا خلصنا منك، هنربي عيال الغريب كمان؟ لو انت عايزه تتطلقي بقى هتسيبي له عيالك. ماما اعملي حسابك، انا اتهنت واتقل مني وحسسني ابدا ان انتوا مش مهمين ولا اعمل لكم حساب، فشوفي حل وصدقيني انا مش هعرف ارجع البيت ده تاني. اهدي كده وصلي على النبي، انا ما اقبلش ابدا ان بنتي تتهان. بس اقعدي قولي لي ايه اللي وصله ان هو يعمل فيكي كده. لو هو غلطان هنجيبه ونتكلم معاه ونفكره وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام رفقا بالقوارير. لكن لو هو يا بنتي مفتري وفي استحاله العشره ما بينكم، عادي يا بنتي، حلال ربنا ساعتها يا بنتي امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. هنمشي ونشوف حقوقك ايه وناخدها، وهنراعي فيه ربنا ويشوف عياله. لكن نقعد ونتكلم وتكلمي بما يرضي الله، لو غلطانه عرفيني.